ازيكم عاملين ايه؟ انا هدى، والنهارده معانا الجزء التاني ان شاء الله من اللانش بوكس. هنعمل مع بعض كيك الشوفان بالليمون والفراولة. كيك شوفان بالعسل كده، تحلية صحية ممكن ناخدها معانا المدرسة او الشغل، وهنسويها في الميكرويف، مش هتاخد اي وقت، دقيقة بس وهتكون جاهزة معانا. وهنعمل كمان ساندوتش اومليت بالمشروم او ممكن اي بروتين نحبه. لو عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ويلا نبدأ على طول بالطريقة. اول وصفة معانا وهي الكب كيك، كب كيك الشوفان. اول حاجة ده دقيق الشوفان، ده شوفان انا طحناه لحد ما يبقى ناعم كده، او ممكن نشتريه مطحون ناعم خالص، بس اهم حاجة يكون مطحون كده نفس قوام الدقيق. رش عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وحطيت 4 معالق كبار حليب، ومعلقة ونص كبيرة من العسل بدل السكر، او نقدر نستخدم سكر ستيفيا، وحطيت كمان رشة فانيليا، وحطيت معلقة زيت نباتي. اهم حاجة في الكيك اللي بتتسوى في الميكروويف ان احنا نلتزم بالمقادير، ما نزودش ولا نقلل اي حاجة، يعني نص معلقة بيكنج باودر يبقى نص معلقة عشان القوام يطلع مظبوط معانا ومش معجن كده. نلتزم كده بالمقادير بالظبط علشان تطلع معانا ناجحة. وحطيت كمان معلقتين كبار من الفراولة، عليهم بشر ليمونة. اللي مش بيحب طعم الليمون اللي هو المزازة الخفيفة مع الحاجة المسكرة يستغنى عن بشر الليمون. وبعدين ده القوام في الاخر المفروض يكون مش سايل قوي ومش ماسك قوي، القوام اللي انتوا شايفينه ده. وده كده كان شكلها بعد دقيقة ونص، حطيتها في الميكرويف بالظبط دقيقة ونص، ما نزودش عليها اكتر من كده. وحطيت على الوش رشة جوز الهند، او ممكن نحط اي مكسرات نحبها، او ممكن ما نحطش حاجة خالص. وده كده شكلها من جوه. هي طعمها لذيذ قوي كحلا صحي، كحاجة بنحلي بيها، وهي فيها شوفان وعسل، فطعمها لذيذ وجواها قطع فاكهة كده، فتستحق ان انتوا تجربوها. قدمتها مع الجبنة القريش اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات، وكده تبقى دي وجبة كاملة معانا، حاجة حلوة ومالحة كده ناخدها ناكلها معانا في الشغل واحنا برا. تاني فكرة معانا وهي ساندوتش اومليت بشوية خضار كده. دول بيضتين انا مسوياهم عادي خالص زي ما بنسوي الاومليت، رش عليهم بيضتين، عليهم رشة ملح وفلفل اسود ورشة زعتر، بحس الزعتر بيبقى حلو جدا مع البيض. وحطيت كمان ده مشروم انا مقطعاه صغير جدا، ومسوياه في معلقة صغيرة من اي زيت نباتي، ورش عليه برضو رشة ملح وفلفل اسود ورشة زعتر، رشة بسيطة. وده جبنة موتزاريلا. واحط كمان زيتون، انا حطاهم بالشكل ده علشان في الاخر تبقى اقفلهم زي الكريب. قسمت العيش بتاعي بالسكينة، عملت فيه فتحة كده، وبعدين هبدأ ألفه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي علشان في الآخر يبقى شبه الكريب، كأنه كريب جاهز كده، بس هو مش كريب ولا حاجة، هو ساندوتش عادي نعمله في عيش تورتيه أو رقاق المتوفر عندنا. وده هيبقى شكله في الآخر زي ما يكون جايبين ساندوتش جاهز من بره، بس هو معمول في البيت عادي. وممكن أي مكون مش موجود نستبدله بمكون، أي مكون موجود عندنا في التلاجة. وحمصته علشان يتقفل معايا بسهولة كده، والعيش يبقى كريسبي من بره والجبنة تسيح. وبعدين هقطعه كده عشان اعرف يعني احطه في اللانش بوكس، وكمان يبقى سهل في الاكل. ممكن نحطه في ورق زبدة كمان عشان يبقى سهل علينا ناكله واحنا بره. وده كده شكله من جوه. حطيت معاه كمان خضار، خيار وطماطم، ممكن نحط جزر، ممكن نحط اي خضار احنا بنفضله. وده كده خلاص الوجبات بتاعتنا بقت جاهزة. اتمنى وصفة النهاردة ان شاء الله انها تكون عجبتكم، وان انتوا تجربوا منهم فكرة او اتنين. لو عجبتكم هستنى رأيكم تحت في الكومنتس، ولو عايزين اجزاء تانية كمان قولولي نعمل اجزاء اكتر، بمناسبة ان الجامعة قربت والمدارس واحنا على طول في الشغل برا. لو عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب، وهستنى رأيكم ان شاء الله تقولولي ايه اكتر وصفة عجبتكم. وهسيبلكوا لينك الجزء الاول من افكار اللانش بوكس في الديسكريبشن، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة قريب. باي باي.